سلام الله عليكم متابعي الكرام، سررت بلقائكم مجددا في هذا العرض الإخباري، وهذه أبرز تفاصيله. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد شيئا ما مع تكون صقيع بصفة محلية فوق الجبال، وذلك خلال الصباح والليل. ويرتقب أيضا نزول أمطار متفرقة فوق مناطق كل من طنجة واللوكوس والريف، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من السهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وكذا شمال كل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط. كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية، وسيلاحظ كذلك تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا فوق السواحل الوسطى والجنوبية وشرق الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات و8 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و16 درجة جوار السواحل وبمناطق طنجة وسوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 7 درجات و12 درجة بباقي الأرجاء الأخرى من البلاد. أما درجة الحرارة العليا فستعرف انخفاضا طفيفا بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، بينما سترتفع فيما تبقى من ربوع المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطنطان، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا بالمنطقة ذاتها.